قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. علمنا من مصادر مطلعة أن الوداد الرياضي قام بتشكيل لجنة ثلاثية مؤقتة لتسيير الفريق في الفترة المقبلة، إلى حين عقد جمع عام انتخابي بغية انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد الناصيري بعد اعتقاله صباح اليوم الجمعة على خلفية التهم الموجهة له في قضية إسكوبار الصحراء. وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة الثلاثية المؤقتة التي ستقوم بتسيير أمور الفريق في الفترة المقبلة ستضم كلا من عبد المجيد البرناكي ومحمد طلال وسعد الدريب، حيث سيتم ترأس اللجنة من قبل البركاني كونه النائب الأول للناصيري. ويعيش الوداد الرياضي فترة فراغ في الآونة الأخيرة على مستوى النتائج، سواء في البطولة الاحترافية أو دوري أبطال إفريقيا، ما جعل إدارة الفريق تقوم بتغيير المدرب بالتعاقد مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا للإطار الوطني عادل الرمزي، علما أن القلعة الحمراء تعيش أزمة مالية خانقة جراء الديون المتراكمة عليها. وفي السياق ذاته يجتمع في هذه الأثناء عمر فلال العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء بكل من عبد المجيد البرناكي ومحمد طلال ومحمد الدريسي من المكتب المسير للوداد الرياضي لمعرفة وضعية الفريق القانونية بعد اعتقال الرئيس سعيد الناصيري. وسيواجه الوداد الرياضي نظيره يوسفية برشيد غدا السبت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية بداية من الساعة 6 مساء، في لقاء مؤجل عن الجولة 9 من البطولة الاحترافية في قسمها الأول. وقرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة إيداع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم سجن عكاشة إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بالمملكة على خلفية قضية إسكوبار الصحراء. ويتابع سعيد الناصيري وباقي المتهمين في هذا الملف بتهم جنائية ثقيلة، منها التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في تزوير سجل، ومباشرة عمل تحكمي، بالإضافة إلى الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك. وقرر القاضي متابعة 23 شخصا من أصل 25 متهما متورطين في القضية في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهما السجن، من بينهم الناصيري وبعيوي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، ومواصلة التحقيق معهم في جلسات التحقيق التفصيلي. يأتي ذلك بعد أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء إحالة المتهمين على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس إيداع 20 متهما السجن المحلي عكاشة، من بين هؤلاء المتهمين سعيد الناصيري وبعيوي. كما قررت النيابة العامة أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث. وكانت صحيفة جون أفريك كشفت الملف في الصيف الفائت إثر نشرها القصة الكاملة لإسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن. وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين لشهور.